الحقيقة أنا أعرف كويس قوي إنه لو الشعوب العربية تشكل مثلا 400 مليون مواطن عربي، فأنا عارف إن فيهم على الأقل في 50 70 80 واحد ما يعدوش ال1000 هم اللي تابعوا ما يسمى القمة العربية، اللي هي في الحقيقة ولا حاجة. أنا عايز أوريكم ولا حاجة الصورة دي، عشان من الصورة دي عايزين نقرأ حاجة يمكن نطلع بحاجة، ما هو مبقاش كل ليلة ولا حاجة. الصورة زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزك انت وانت ما تابعتش القمة تقول لي الصورة دي فيها مين ناقص. مبدئيا الراجل اللي قاعد ورا ده اهو، الراجل ده اسمه احمد ابو الغيط. الراجل ده امين عام جامعة الدول العربية، مكانه الحقيقي في الصور التذكارية هنا. مفروض ان ده رئيس الجامعة العربية، امين عام الجامعة العربية، والحفلة دي على شرف الراجل ده. صحيح هي في الاردن، انما يتحط الراجل ده هنا. كونه يبقى موجود هنا ده معناه ان البروتوكول والرسميات الحقيقة ولا حاجة. طيب ما علينا، مش مشكلة. خلينا نرجع تاني. الراجل اللي ورا الملك الاردن ده رئيس تونس، والراجل اللي جنبه ميشيل عون بتاع لبنان، والراجل ده بتاع العراق. بينما ده رئيس السلطة الفلسطينية. مفترض ان الثلاثة دول طبقا للبروتوكول المحترم يبقوا قدام هنا، لان انت هنا بتحط رؤساء الدول. يعني يبقى امين عام جامعة الدول العربية جنب الدولة المضيفة اللي هو ملك الاردن اللي هو احمد ابو الغيط يجي هنا، والثلاثة اللي ورا دول يجوا هنا، لان تونس لا هي دولة قليلة، ولا العراق دولة قليلة، ولا لبنان دولة قليلة. بينما السلطة الفلسطينية اسمها سلطة. حتى بره بيقولوا له تقريبا لعباس، كانوا بيقولوها على عرفات، ما اعرفش بيقولوها لعباس ولا لا، مستر تشيرمان. وتشيرمان يعني زي رئيس شركة كده، يعني حاجة كده يعني. ما علينا. الصورة دي بقى ناقصة مين؟ اديك شايف اهو، الوطن العربي وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاده بتكتر. ناقص مين في الصورة؟ ناقص مين؟ أدي لبنان، تونس، العراق، بحرين، السودان، ده مش مصر خالص ده جاسوس، موريتانيا، الكويت، السعودية، قطر. الله، ناقص مين يا جماعة؟ عمان، سلطنة عمان، الإمارات. ناقص مين يا إخوانا؟ حد يقول لي ناقص مين؟ حد يقول لي مين اللي ناقص في الصورة دي؟ ناقص واحد بس. الواحد ده ومش قليل، ده مش وزير خارجية ولا مستر تشيرمان ولا هو حد عادي. الواحد ده بقى هو اللي قال على القمة العربية إنها ولا حاجة. مين الواحد ده؟ جلالة ملك المغرب. ملك المغرب أصلا عنده موقف من القمة العربية من 2005 ما حضرش. ده مش بس كده، ده ملك المغرب لما جم قالوا له في الدورة اللي فاتت 27 جلالة ملك المغرب ممكن تاخد القمة دي، قال لهم ما بلزمنيش، معلش عشان خاطر ما فيش قمة تخش بيتي يا جلالة الملك، معلش احنا مزنوقين في قعدة والقمة وهنقعد نهري ونجيب سوداني ولب والحاجات دي مش عايزها. ليه بقى؟ اعتذر ملك المغرب عن استضافة القمة اللي فضلوا يدوروا لها على بلد فلاقوا موريتانيا المسكينة. ليه بقى اعتذر ملك المغرب؟ اهو ده القمة اللي فاتت رسميا، المحدث رسميا: المغرب تعتذر عن استضافة القمة العربية المقبلة والجامعة موريتانيا البديل. دي كانت القمة اللي في موريتانيا اللي فاتت. وسجل البلاغ أنه أمام غياب، شوف بقى، شوف المغرب أو جزء من البيان بتاعها يعني، أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين الدول العربية. وأكد أن العالم العربي يمر بمرحلة عصيبة، بل إنها ساعة الصدق والحقيقة التي لا يمكن فيها لقادة الدول العربية الاكتفاء بمجرد القيام مرة أخرى بالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات التي يعيشها العالم العربي دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة والحازمة لمواجهة هذا الوضع، سواء في العراق أو اليمن أو سوريا التي تزداد أزماتها تعقيدا
بسبب كثرة المناورات والأجندات الإقليمية والدولية، كما لا يمكنهم الوقوف مكتوف الأيدي أمام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية، أو الاقتصار على دور المتفرج الذي لا حول له ولا قوة على المآسي التي تمس المواطن العربي في صميمه. كما أكد البيان أن المغرب لا يريد أن تعقد قمة بين ظهراني دون أن تسهم في تقديم قيمة مضافة في سياق الدفاع عن قضية العرب والمسلمين الأولى، ألا وهي قضية فلسطين والقدس الشريف، في وقت يتواصل فيه الاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتهك فيه الحرمات، ويتزايد فيه عدد القتلى والسجناء الفلسطينيين. ده كان موقف ملك المغرب السنة اللي فاتت، لما ما كانوش، كان المفروض المغرب هي اللي تستضيف القمة دي، لكن ما لقوش المغرب، قالت لهم لا مش هستضيفها عشان الحاجات دي، فودوها موريتانيا، وملك المغرب ما حضرش. من 2005 المغرب ما بتحضرش قمة عربية. تعالوا نرجع بقى، مش أنا اللي قلت ولا حاجة، ده المغرب أهو أو ملك المغرب شايف إنها ولا حاجة، ولا هتقدم ولا هتأخر ولا ليها أي 30 لازمة. عشان كده احنا يمكن سمينا الحفلة دي إنها حفلة الولا حاجة. تعالوا نشوف بقى الولا حاجة طلعت بحاجة عن إيه. العنوان: مصالحة تاريخية على جثة فلسطين، هدية القمة العربية التي يحملها السيسي وعباس لترامب. بعض الناس مش عارفين ان السيسي يوم 3 ابريل رايح لترامب، وعباس هيقابل ترامب، وترامب بقى يعني سيساوي بس على امريكاني، عايز ينجز، عايز يخلص. ايه بقى الهدية؟ تعالوا نشوف كده. الراجل اللي شاورت لكم عليه اللي كان واقف ورا خالص ده، اللي كان واقف ورا احمد ابو الغيط امين عام، اللي كان واقف تاني واحد ورا، تعال نشوف ألقى البيان الختامي قال فيه إيه بتاعة قمة الولا حاجة. وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة صريحة، فإننا: 1. نؤكد استمرارنا في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 من حزيران يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. ونشدد على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط 4 من حزيران يونيو 67، وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين، وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية. ونشدد على التزامنا المبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل. أي كلام. إيه بقى؟ إيه الفرق بين بيان الختامي لعمرو موسى، أو البيان الختامي لعصمت عبد المجيد، أو البيان الختامي للأخ ولا حاجة ده؟ ولا حاجة. لسه بنتكلم على اللاجئين، لسه بنتكلم على حل الدولتين. ده بيضحكوا عليكم، ده على اعتبار ان هم فاكرين انه اسرائيل مش عايزه حل الدولتين. طبعا انت فاكر كده، انت فاكر كده رسمي، انا عارفك حافظك. ده بالعكس، اللي عايز اقول لحضرتك عليه ان اسرائيل عايزه حل الدولتين، لانه الحل التاني مش هيرضي اسرائيل. ايه الحل التاني بقى؟ الدوله الواحده اللي هي دوله اسرائيل. اسرائيل خايفه منه، تخيل. تعرف خايفه منه ليه؟ لان اسرائيل خايفه على العرق اليهودي، واذا حصل واندمجوا اليهود مع الفلسطينيين في دوله واحده، الفلسطينيين اكتر ومع الوقت هينجبوا اكتر وهيتكاثروا، وبالتالي ممكن يغيروا او يمحوا وجه الدوله اليهوديه. فالحل عند الصهاينه انك انت تحط الفلسطينيين في جيتو كده، يعني بقع كده في الاراضي منعزله عن بعضها، وتعمل لهم دوله تبقى انت اللي مسيطر عليها. مثلا ما عندهمش مطار، ما عندهمش اي حاجه، ما عندهمش جيش،
عندهمش اي حاجه يعني. حل انك انت تعمل كده زي غزه اريحه اولا بس. فحل الدولتين هو الحل الاقرب للصهاينه، وده مش كلامي، ده شوفوا اللي حصل في اتفاقيه اوسلو. على كل حال تعال نشوف الزعماء العرب يتمسكون ايه باقامه دوله فلسطينيه وسط قلق من الموقف الامريكي.